الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش سوري. طبعا انت الاسعار تضخمت خالص. طبعا اللي بقى الشباب والعيال كلهم بيحبوا ياخدوا ياكلوا اللي هو السوري من بره. فنعمل احنا العيش في البيت، وعندكم اي بانيه، ما عندكم شاورما فراخ، اي حاجه في البيت، اي حاجه بتعملوها تبقى انضف وارخص كمان بكتير واقتصاديه للبيت. عندك شويه دقيق اهو. ماشي. طبعا انا عندي خميره فوريه. هنحط كمان لبن بودرة عشان يبقى طعمه احلى كمان. وهنحط كمان زيت وسكر وشوية لبن برضو. يعني ايه، حاجات بسيطة في البيت عندك بتلميها وتعملي احلى اكلة. هنبدأ يا ستي. انا عندي هنا كيلو دقيق هنعمله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عايزة برضو قبل ما ابدأ الفيديو، عايزة اشكر الناس كلها والله على الكومنتات الحلوة اللي بتكتبها لي، وداخل مصر وخارج مصر، اللي بيساعدوني ويخلوا القناة تكبر. ويا رب بالتوفيق للجميع ان شاء الله. هنبدأ نحط، انا كده حطيت كيلو دقيق، هنحط شوية خميرة فورية، هنحط كمان شوية لبن بودرة منظر ده كده، هنحط كمان شوية سكر عشان ايه يعني يدي طعم كمان والخميرة تتفاعل معاه كمان. هنقلب بقى كله مع بعض كده المنظر ده كده. هنحط بقى يجي 3 معالق زيت كده المنظر ده. يا رب يكون حد بيستفيد من القناة يا جماعة. انا عارفه ان كله شاطرين، بس يعني ايه، ممكن تكون في معلومة في كل فيديو لايه لكل واحدة فينا بتدي المعلومة من التانية. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. معلش يا جماعه انا ايدي ملسوعه شويه. طبعا اي حد بيقف في المطبخ لازم يكون فيه اصابات. دي اصابه ايه؟ اصابه عمل. هنقلب كده الزيت شويه مع الدقيق بالمنظر ده. هنحط بقى شويه لبن. ده لبن بقشطه، يعني لبن بخيره لو عندك طبعا. آه هنقلب كده. لو عندك زبادي طبعا يا ريت، بيطري قوي اي عجين. اي معجنات بتحطي فيها زبادي او اللبن اللي هو بيطلع من خير الجبنه، الجبنه اللي هي القريش. طب احنا عملنا مع بعض الجبنه القريش في البيت. يا ريت نعمل كل حاجه في البيت يا جماعه، عشان الغلو اللي حاصل ده بتعملها باقل تكلفه. وممكن وخلي العيال طبعا ناكل كل حاجه. مش لازم يا جماعه احنا طبعا لما تكون حاجه غاليه نجيبها بالكيلو، نجيب اي حاجه. المهم بنوكل العيال كل حاجه برضه. ماشي. هنقلب ده كده ونعجن بقى بميه دافيه. ماشي. بسم الله. لو عندك عجان يا ريت هيخلصك طبعا من العجن ده كله. ماشي. هنعجن بقى عجنه كده كويسه. ماشي ونجيلكم. ماشي. بصوا بقى العجينه ما شاء الله، لما تلاقيها بصي مسحت كده ال- الحاجه اللي بتعجني فيها، اعرفوا ان هي اتعجنت ايه، عجنه كويسه قوي. هنسيبها بقى تخمر ونيجي مع بعض. ماشي. نشوف العجينه اختمرت ولا لا. اهي ما شاء الله. ماشي. انا عايزه اقول لكم برده معلومه. ابقى احطوا كيس خميره على العجينه عشان الجو ساقعه، فالعجينه بتقعد فتره قبل ما تختمر يا جماعه. ماشي. بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، زي الملبن ازاي. هنقطع بقى وهنجيب بقى ايه دقيق كده. ماشي. عشان نفرد ايه العجينه. نقطع ونبقى نجيلكم. دلوقتي احنا قطعناها ايه قطع صغيره كده مدوره. ماشي. احنا قلنا طبعا حسب ما انت عايزه ايه هتعملي الرغيف يعني. هنمسك بقى دي كده، تحط شويه الدقيق وايه ونفرد بقى. ماشي. طبعا تعمليها ايه تلفيها كده عشان ما تطلعش ايه طويله، احنا عايزينها تطلع مدوره. ماشي. لازم تحط دي ايه يا جماعه عشان العجينه ما تلزقش في الايه في البتاع النشابه اللي بتعملي بيها المنظر ده كده. وبعد ما نخلص طبعا احنا بننفض الدقيق من على العجينه. ماشي. المنظر ده كده.
هي سهله يا جماعه والله، وحاجه نضيفه في البيت بنعملها للاولاد. طبعا بتروحي تجيبي انت العيش ده غالي، او بتجيبي اصلا الرغيف اللي هو الشاورما بالرغيف ده، العيش السوري يعني، بيبقى طبعا غالي، ودلوقتي حاجات اغلى من الاول كمان. دي حاجه نضيفه عاملاها في البيت. ماشي. هنرش برضو شويه تاني عشان ايه، حسيت ان هي عايزه لزق كده، فايه برضو نحط شويه الدقيق ونفرد بالمنظر ده كده بس. طبعا انت بتعملي بتنفضي كده، بتعيني الدقيق اللي عليه. بعد كده بنحطها برضو كده على جنب ونعمل ونرص، نيجي بقى نسوي تبقى ايه الحاجه جاهزه. هنحط برضو شويه دقيق تاني وايه ونفرد. جهزي حاجتك الاول وبعد كده ايه تقفي على البوتاجاز. ماشي، عشان ما تقعديش كل شويه ايه تعملي وتقفي على البوتاجاز وتروحي وتيجي، لا اعملي كل حاجتك الاول. العجينه افرديها الاول وتركنيها على جنب. ماشي، عشان ايه تخلصي زي ما بنعمل الخضار بالظبط. تجهزي خضارك ماشي قبل ما تعملي الاكل، عشان تكوني ايه الحاجه ايه جاهزه معاكي وتعملي بسرعه. عودوا نفسكم كده. برضو حاجه المحشي تبقى تعملي برضو حاجتك كده، تقوري حاجتك وتظبطي الدنيا، وبعد كده ايه تعملي بقى ايه الصلصه وتخلصي. بصي العجينه حلوه ازاي ما شاء الله. بصراحه النشابه برضو بتساعد مع الواحد. ماشي. نمسك برضو كده وننفض برضو شويه الدقيق كده شويه ونحطها جنب اختها كده نفس الحوار. ماشي. هنحط برضو شويه دقيق والايه ونعملها برضو نفس الحوار. ماشي، ونفرد. لما تكون العجينه انت عجناها حلوه تتفرد معاكي بالمنظر ده كده. ويا رب حد بيستفيد من القناه يا جماعه. انا عارفه ان كلنا ما شاء الله شاطرين في كل حاجه. هنفرد بقى الحاجات دي كلها نبقى نجيلكم. ماشي. دلوقتي احنا بعد ما فردنا كله طبعا عندنا حاطه كذا طبقه كذا واحده. بصوا اهي اتحط عليها طبعا من الدقيق. بصوا سهله ازاي. ماشي، عشان يعني انا بصي من كل واحده وواحده حطيت دقيق. ماشي، عشان عايزه اخلص كده اهو، عشان كمان تبقى الطبليه ضيقه. برضو عامله هنا برضو نفس الحوار. ماشي، وكده خلصت بقى الفرد. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي على البوتاجاز ونسويهم. ماشي. بصوا احنا حاطين الطاسه، نحط مسحه زيت ونحطها بقى. ماشي. دلوقتي بصوا انا قلبتها على وش التاني. انت بصوا دقيقتين بس على كل وش دقيقتين، وبجيب حته ماشي وبطلع عليها وبغطيها. لازم تغطي بعد ما تعمل عشان ما ينشفش. ماشي. اهو بص اول ما تلاقوا الفقاعه دي اللي طلعت دي تمسكيه كده وتعملي تقلبي كده. ماشي، بالمنظر ده كده. تعمل برضو دقيقتين برضو وتقلبيها. ماشي. اهو اول ما طلعت الفقاقات كده برضو هقلبها برضو نفس الناحيه التانيه المنظر ده كده. بس احنا الاول بنمسح بايه مسحه زيت بس بسيطه. ماشي. بصوا يا جماعه عشان طبعا أنا لقيت الطاسه صغيره وانا عامله الرغيف كبير طبعا، فرحت جبت صينيه. ماشي، صينيه عاديه وحطيتها كده. بصوا وبدور الرغيف اهو ما شاء الله. شايفين؟ اللهم صل على النبي. يعني احلى من الطاسه. يعني بصي ما تقفيش على حاجه. بصي من الانتفاخ ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. بصوا الطاسه الصينيه مخليها احلى من الطاسه. ماشي. بس ايه وانت واقفه لازم تقلبيه ايه كل دقيقتين كده. ماشي.
وبصوا وبعد كده تبقى ايه، تحطوه في تطلعوا وتحطوه ايه في زي اي حاجه كده قماشه، وتغطوه عشان يفضل ايه طري. ولو انت عايزه تفرزيه بتجيبي كيس وتحطيهم في كيس، بس اوعي تعمليه رول وتشيليه، لان لو الرول وحطيه في الفريزر تيجي تفتحيه يعمل يعني هيكسر معاكي. لازم تبقى ايه كون فرده الرغيف او اللي هو العيش السوري ده في الشنطه كده، يكون بلاستيك بيضه، وايه وتربطيها وتحطيها في الفريزر. كل ما تعوزي تطلعيها قبليها بربع ساعه عشان تكون ايه عملت من التلج وكده. وبعد كده ايه بتسخنيه عادي وتحطي بقى الايه الكاتشب والحاجات اللي بتحطيها. طبعا ده احنا العيش اللي احنا عملناه اللي هو السوري، جبنا طبعا الكاتشب ونفردها بقى كده. حطي الكاتشب زي ما انت عايزه، ماشي. المنظر ده كده. هنحط بقى ايه شويه بطاطس، المنظر ده كده. نجيب بقى الفراخ من البانيه وتقطعي برضو حتت كده صغيره، ماشي، المنظر ده كده. السندوتش ده احلى من اللي بره كمان، ماشي. حطينا طبعا هنحط بقى شويه كاتشب من فوق برضو كده، ندلع السندوتش كده زي بره. عندك مايونيز حطي برضو، المنظر ده كده. هنلف بقى السندوتش. بصوا بعد ما عملنا طبعا ايه لفيناهم، حطينا طبعا الفراخ وحطينا البطاطس والكاتشب ولفيناهم. هنمسكهم بقى ايه ونحمرهم على البوتاجاز، ماشي. بعد ما حطينا الطاسه، ماشي، وحطينا شويه زيت كده بس. هنحط بقى الايه السندوتش السوري عشان ايه ياخد ايه مقرمشه كده. نحط كمان جنبيه واحد، المنظر ده كده. طبعا لو عندكم اللي هي الجريل اللي هي بتطبق دي تبقى احلى، وتحط الرغيف ايه وبتمسك. لازم ياخد الطبقه اللي هي المقرمشه دي، ماشي، عشان حتى ايه زي بتاع بره كده، ماشي. بصوا بعد ما خد الوش ده بقى هنقطعه بقى نصين، ماشي، ونوراه. بصوا بعد ما قطعناه بقى ما شاء الله عامل ازاي وشكله عامل ازاي، بألف هنا وشفا. شكرا.